ما هي صفات النساء الصالحات؟ تتمتع المرأة الصالحة بالعديد من الصفات الرائعة، من بينها العفة والصدق والحرص الشديد على الابتعاد عن كل ما يغضب الله عز وجل، وهذا ما يكسبها مكانة سامية. وخلال الدقائق القليلة القادمة سوف نتعرف على مجموعة رائعة من صفات النساء الصالحات، فقد تفضلوا بالبقاء معنا للمتابعة. مرحبا بكم متابعي قناة شاشة الكرام. أولا، نبذة عن مكانة المرأة في الإسلام. كرم الإسلام المرأة ومنحها حقوقها وحريتها، وحدد لها الأخلاقيات الفاضلة التي يجب عليها التحلي بها من أجل المحافظة عليها. فالمرأة هي الزوجة التي تقف بجوار زوجها وتتحمل معه صعاب الحياة، وهي الأم التي تربي الأبناء، وهي الابنة التي تجتهد لطاعة والديها ورعايتهما. ومن هنا نجد أن المرأة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ولذلك يجب عليها أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة لكي تنجح في أداء هذه المسؤولية بنجاح. ثانيا، ما هي صفات النساء الصالحات؟ أوضحت الكثير من الآيات القرآنية الصفات التي تتميز بها النساء الصالحات، وهنا نتذكر قول المولى عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. ومن أبرز صفات النساء الصالحات ما يلي: الحرص على طاعة الله ورسوله والالتزام بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأداء الفرائض والعبادات كالصلاة في وقتها والتصدق والصوم، ويحرصن على تجنب المعاصي والذنوب وكل ما يؤدي إليها. يحرصن على فعل الخير ودفع الأذى عن غيرهن دون انتظار مقابل على ذلك، لأن الهدف الوحيد لهن هو رضا الله سبحانه وتعالى. يتمتعن بالطهارة والعفة والأمانة والصدق، ولديهن القدرة على حفظ الأسرار وعدم إفشائها، وبالإضافة لذلك فهن يمتزن بالصبر عند الشدائد والمحن وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره في كل وقت وحين، ويمتلكن القدرة على التعامل مع من حولهن بأسلوب راق ومهذب، ويتقبلن النقد والنصح والإرشاد. المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، وهنا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزوجة الصالحة تحرص على طاعة زوجها وحفظ أسراره وأسرار بيته وحفظه في غيابه والوقوف بجانبه وقت شدته، وهذا ما يؤدي إلى نجاح الأسرة. يدافعن عن دين الله ويتمسكن بقول الحق مهما كانت النتائج أو الظروف، وبالإضافة لذلك نجد أن المرأة الصالحة تحرص على الدعوة إلى الله عز وجل ونشر أخلاقيات الإسلام الفاضلة. يتمتعن بالقناعة والرضا بما قسمه الله لهن، بجانب ذلك تسعى المرأة الصالحة إلى طلب العلم إيمانا منها بأهمية العلم، كونه يساعدها على أداء الفرائض والعبادات التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة، وتعليم أبنائها، وتقوم بغرس حب المولى عز وجل في داخلهم وحب رسوله الكريم وحب الخير للناس والحرص على مساعدتهم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالافتقار،
فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك فيه، وإن كان كثيرا فبارك فيه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن تتخبطني الشياطين عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق، ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد لي بحاجتي، وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحربوني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي، واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم، واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مجار، واقض عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم، فإنك واسع كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة، اكشف عني كل بلوى يا عالم كل خفية، ويا صارف كل بلية، أغثني. أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، ارحمني وأغثني، والطف بي وتداركني بإغاثتك. اللهم بك ملاذي وعياذي. اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد، وباسمك العظيم أن تفرج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، وألا يملأ قلبي الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك. اللهم أجرني. اللهم إني أستعيذك من شر الهم والغم والمرض والفقر والدين وكيد الأعادي والبشر، ومن كل أنثى وذكر وكل متكلم بسوء، وإبصار الظالمين وإعراضهم، وكف عني أهل الشر أجمعين، واحجب عني ظلمهم وظلم الظالمين والطاغين،
والمدعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى تسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركتنا بآرائك وملاحظاتك في قسم التعليقات، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم وعائلاتكم لتعم الفائدة. كما وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتكون أول من يصله فيديوهاتنا.